السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد غياب طويل عدنا لكم والعود أحمد لظرف صحي طارئ تعرضت له. الحمد لله رب العالمين. نعود لدعم ثورتنا ولواجبنا الأخلاقي والإنساني. الحقيقة لفت نظري، سمعت إنه ثياته خطب، بس يعني أنا ما بأحسن أتحمله. يعني صبرت، قلنا نهار أو نهارين لحتى يعني وخدت لي حبيتين الضغط تبعي وتسمعنا. يعني أنا والله يعني ماني عاتب عليه، يعني هو يعني مبين أهبل ومبين ويشش يعني على الأخير، موصل لمراحل يعني ما فيها شفاء. لكن أنا عاتب على أخوتنا العرب اللي عملوا مؤتمر واعتبروه تكملة للمؤتمر السابق. طيب أوكي، يعني هلا المؤتمر السابق كتموه كمان هاي المرة، يعني معلش خليه يكبس من برا، معلش أبو البيش كبس خيو، معلش يا ما كبسنا نحن، كبسنا لنتعال أنفاسنا. يعني بعد يعني زعمائنا ورؤساء وسلاطين وما بعرف يعني من هالصفات اللي كبيرة كبيرة كتير. يعني والله لو كل واحد من بيناتكم مطالب بمعتقل واحد بتعدوا لكم 50 60 70، كان طلع له 70 معتقل. يعني كان أقل شيء أسلجتوا صدر 70 عائلة. يعني عرفت شلون؟ يعني بحسن بقول كنتوا عملتوا إنجاز. وبعدها يعني أنتوا للأسف الشديد يعني بدكم تجيبوا من الحضن الإيراني، تسحبوا. جبتوا لي المؤخرة الإيرانية وشكيتوها في المؤتمر تبعكم. يعني عرفت شلون؟ يعني أنا والله ما عم بعرف. بعد هذا يعني هو صنف واطي، يعني ما له ما عنده مبدأ. يعني بلحظة بيكون. وأخوتنا في السعودية بيعرفوا شلون يطلع يتبوجأ ويحكي كلام شيء من الشرق وشيء من الغرب. وحكى لكن المصيبة إنه معلش، يعني لو حكي بأي موضوع يا أخي بالقضية الفلسطينية، بس عم يحكي من دوافع إنسانية وقتل وتهجير وما بعرف إيش. ولك يا عمي، لكني أنت أعمى يعني، لكني ما بتقرأ شيء. يعني شو خير لك أنت مدون مهدمها، مهجر نص شعبك. إذا اعتبرناك يعني أنت رئيس، يعني مهدم المساجد. يا مؤتمر قمة يا إسلامي يا مسلمين، لك يا عمي هذا والله المساجد قصفها وانتم بتعرفوا. يعني انا ما بدي اشرح لكم، يعني افتحوا على اليوتيوب وين ما فتحتوا بتشوفوا يعني الامور على طبيعتها مثل ما هي. يعني ما انا اللي بدي اذكركم، ما شاء الله عندكم 700 مستشار و700 انسان بدلكم. يعني وبتعرفوا يعني الجرائم من الكيماوي لقصف الناس لقتله، ولا زال القتل مستمر. يعني ايش اللي تغير؟ يعني كنت بتمنى كنتوا تعملوا له كتم، يعني وخليه يكبس من برا. والله كان اريح لكم واريح لنا، يعني وطلعنا نحن ببياض الوجه قدامه. واللي ضغط عليكم لا تجيبوا هالحيوان هذا، خلي يا اخي لك والله ما راح يعملوا معكم شيء. ما تجيبوا يا اخي، ايش بده يصير؟ يعني ايش بده يصير؟ والله ما بعرف، حدا يقول لي من بيناتكم ايش بده يصير. يعني اخذت حسبي الله ونعم الوكيل. يعني هذا اللي بعد طول غياب يعني حبيت اقول لكم يعطيكم العافية والله ينصر ثورتنا. ومعتقلينا إن شاء الله يكونوا برا قريبا جدا، وإن شاء الله الثورة منصورة بعون الله.